الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بحمد الله ننعم بهذه الدروس المتعلقة بصيام شهر رمضان وأحكام الصيام، والتي بدأناها منذ ما يقرب من أسبوع. ولقاؤنا هذا سوف نتكلم فيه إجمالا عن حكم الصيام، ثم عن فرضية رمضان، يعني متى فرض وعلى كم مرحلة فرض هذا الشهر، ثم سنتكلم عن أركان الصيام إجمالا وبما يثبت به دخول الشهر ومسائل أخرى. ولنبدأ هذه المسألة مستعينين بالله عز وجل ومستمدين منه العون بما يتعلق بحكم الصيام. فلو سألتكم ما حكم صيام رمضان؟ قولوا واجب، وإن شئتم فقولوا فرض. واجب على كل أحد؟ هل يجب على الكافر؟ لا. وهل يصح منه لو صام؟ لا. وهل يجب على الصغير؟ لا. وهل يصح منه لو صام؟ إن كان مميزا فنعم، إن كان مميزا فنعم. وهل يجب على المرأة الحائض؟ لا. لماذا؟ لوجود المانع. وهل يجب على المسافر؟ لا. لكن هل يصح منه؟ يصح منه. إذا لا يجب على المرأة الحائض لوجود العذر، وإن صامت هل يصح صيامها؟ لا يصح. وهل يجب على المسافر؟ لا يجب عليه، لكن إن صام أيقبل منه؟ يقبل منه. ويصح منه؟ ويصح منه. وأيهما الأفضل؟ هذه أمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه، ولعلنا نبين هذا إن شاء الله عز وجل. إذن حكم رمضان أو حكم الصيام حكمه واجب بالكتاب والسنة والإجماع. ما دليل وجوبه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين الشاهد من الآية؟ كتب، كتب، هذا الشاهد. معنى كتب يعني فرض، كما أن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أين الشاهد يا أبا صالح؟ قوله فليصمه. وما وجه الشاهد منه؟ الأمر، الأمر توجيهه بالأمر، حيث قال سبحانه فليصمه، فاللام لام الأمر، والأمر يقتضي الوجوب والفورية. ومن هنا فنقول يا من سمعت قول الله فليصم فصم امتثالا لأمر ربك الآمر، فإن الله يأمر وأنت عبد مطيع، فيجب عليك أن تستمع إلى كلام ربك وأن تذعن وتستجيب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. في حديث ابن عمر قدم الحج على الصيام. وفي حديث عمر والذي تحفظونه حيث قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا في مسلم. إذن صار عندنا حديثان: الأول في الصحيحين من حديث ابن عمر وقدم الحج على الصيام، والثاني في مسلم من حديث عمر وقدم الصيام على الحج. فاحفظوا هذين الحديثين فإنهما أصل في وجوب الصيام. وأجمع المسلمون على فرضية الصيام إجماعا قطعيا بلا شك. أجمع المسلمون إجماعا قطعيا بالضرورة من دين الإسلام، كما نقل ذلك صاحب المحلى ابن حزم في المجلد الرابع 285 727، والمغني لابن قدامة كما نقل ذلك الإجماع في المجلد الثالث 107، والمجموع للنووي كما جمع ذلك أو بين ذلك بإجماع المسلمين في المجلد السادس 248. فما شأن من ترك الصيام جحودا له؟
مباشرة؟ لا شك، لأنه مما علم من دين الله بالضرورة. فمن تركه جحودا منكرا لوجوبه فإنه مرتد كافر. وماذا يترتب على ردته؟ ماذا يترتب يا أبا علي؟ أجب يا أبا علي، أجب. ماذا يترتب على من ترك الصيام جحودا وإنكارا؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذن يستتاب، يترتب عليه ما يترتب على المرتد من أحكام، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. ماذا لو كان حديث عهد بإسلام؟ وإن شئتم فقولوا حديث عهد بكفر. توه أسلم وأنكر الصيام بناء على إيش؟ على أنه لا يعلم عن الصيام شيء. وإن كان الصيام على الحقيقة فرض على الأمم قبلنا وهو معلوم. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نقول: فإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء فما الشأن؟ أيكفر مباشرة؟ فإنه يعلم ولا يكفر مباشرة. انتبه لهذه المسألة، فإنه يعلم ولا يكفر مباشرة. طيب ماذا لو تركه من غير جحود؟ عندك يا شيخ معتز. الأول تركه جاحدا، حكمنا عليه بالردة والكفر. لماذا؟ لأنه معلوم من دين الله بالضرورة، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام توه أسلم، كما قال الصحابي الجليل. من هو؟ أبو واقد الليثي. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، توهم أسلموا. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. هل حكم عليهم بالكفر؟ ما حكم عليهم بالكفر. لماذا؟ لأنهم حدثاء عهد. وهل مثل هذا يجهل؟ يجهل. وإذا كان ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فماذا بشأن أزمنة متأخرة قد يخفى على كثير من الناس؟ ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: من المسائل التي ذكرها في هذا الحديث، قال: إذا كان مثل ذلك خفي على أولئك وهم في الصدر الأول، فكيف بأناس يعيشون في بعد عن العلم والعلماء؟ يعني مضمون كلامه. على كل حال، من تركه من غير جحود أيكفر؟ إذا قال: أنا أقر الصيام من دين الله وهو ركن الإسلام الرابع ولا أنكر هذا، بل أراه واجبا علي، وأعلم أنني بترك الصيام آثم، وأعلم أنني بترك الصيام آثم، لكنه مضى في ترك الصيام، فما الشأن حينئذ؟ أيكفر؟ فصل. وش التفصيل؟ نعم، أحسنت. إذا من أهل العلم من كفر، ومن أهل العلم من لا يكفر. لكن شقيق ابن عبد الله، أو قال عبد الله بن الشقيق، قال: ما كان أصحاب محمد يرون شيئا تركه من الإسلام كفر إلا الصلاة. ومن تركه من غير جحود من غير عذر بمرض أو سفر، من غير عذر بمرض أو سفر، كان يعني يقول كأن قال: الصيام واجب علي ولكن لا أصوم. لماذا؟ قال: لأنه حبس عن الطعام والشراب. يقول: فحينئذ لماذا؟ هل يكفر؟ يقول: ليحصل له بذلك صوم بذلك الصيام، فإنه لا يكفر على الصحيح، لا يكفر على الصحيح، وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب مستحقا بذلك الوعيد، كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن أراد فليرجع إلى ما نقله الرملي في المجلد الثالث 149. إذا قال الصيام واجب عليه ولكن لا أصوم، لأنه حبس ومنع للطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة من الصوم بذلك. على كل حال ذكر ذلك أهل العلم، وذكر ابن شهاب الرملي في المجلد الثالث ما معناه أنه لا يكفر. وقال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم. اسمع يا شيخ. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في حكم من تركها، يعني الصلاة، جاحدا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب بغير الإسلام أو بادية بعيدة، كحديث الإسلام والناشئ
والناشئ في بلاد لا يعرف فيها ما حكم عليه أهل العلم بالكفر، يعني لم يحكم بكفره وعرف ذلك وعرف ذلك وثبت له أولا وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد بها ناشئا في الأمصار بعيدا عن أهل العلم فإنه لا يكفر بمجرد إيش؟ يقول فإنه لا يكفر بمجرد الترك إلى آخر ما ذكر. يقول كذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وفي الزكاة والصيام والحج لأنها مباني الإسلام، وأوله وجوبها ولا تكاد تخفى على أحد إذا كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله والإجماع إلى آخر ما ذكر في المغني المجلد 9. طيب ما شأن من تركه كسلا؟ هل تحكمون بكفره على الصحيح؟ لا، فاسق ولا يكفر ما دام يعتقد وجوب الصيام. طيب متى فرض رمضان؟ في أي سنة؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة. وهل صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ صام. كم رمضان صام؟ صام 9 رمضانات. ولكن فرض الصيام كما يقول أهل العلم على مرحلتين، اكتبوها. من يعرف كم مرحلة فرض فيها الصيام؟ يعني أول ما فرض الصيام يا شيخ محمد صيام عاشوراء، هذه الأولى. ثم إيش بالتخيير؟ على كل حال هم يسألون الصيام هل فرض جملة واحدة ولا على مرحلتين؟ على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الصوم والإطعام مع تفصيل الصيام، يقول مع تفضيل الصيام على الإطعام. المرحلة الأولى اكتب التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، فكان من أراد أن يفطر ويفدي فعل. وعن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مشى في سورة البقرة 184 قال كان من أراد أن يفطر يفدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، والتي هي قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، رواه البخاري ومسلم. هذه المرحلة الأولى. إذا المرحلة الأولى فرض الصيام على إيش؟ على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، وأيهما أفضل؟ الصيام أفضل. طيب، ونقل ذلك سلمة بن الأكوع كما سمعتم في الصحيحين. المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. ما معنى تعيين الصيام؟ إيجابه أصبح إلزامي. المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. قال ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم. اسمع يا شيخ، اسمع، ولو أن معك الدفتر حررت هذه ما أحسنها. طيب، المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. قال ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. رواه البخاري معلقا. باب رقم ووصله البيهقي في السنن الكبرى في المجلد 4 صفحة 200. فهمتم يا أخوة؟ ما أسمعك. لا، ولو هذه الآيات فهموا منها لأنه كانوا في أول الأمر وأن تصوموا خير لكم. ثم قال الحافظ ابن حجر فتح الباري المجلد 4 ووصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريق. فأصبح صوم رمضان واجبا على المسلمين لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأصبح ركيزة من ركائز الإسلام. ولحديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فماذا؟ فسائر الرأس يسمع صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا.
إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، قال وصيام رمضان؟ قال النجدي: وهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول وذكر له يعني بقية أركان الإسلام إلى أن قال ذكر له الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق. إذن هذا حديث لطلحة بن عبيد الله، وفيه قد سمعتم. أين الشاهد؟ ماذا علي من الصيام؟ قال إيش؟ لحديث عبيد الله، قال طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد سائر الرأس. مش معنى سائر الرأس؟ يعني رأسه غير مسرح، سائر الرأس يسمع صوته ولا يفقه ما يقول. حتى دنا من رسول الله فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. وفي هذا الحديث قدم الصيام على الزكاة. قال: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. طيب، بهذا نكون انتهينا الآن من قضية إيجاب الصيام. وإني سائلكم ومشدد عليكم: ما شأن رمضان؟ أي ركن هو؟ الركن الرابع من أركان الإسلام. الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وما حكم صومه؟ واجب. واجب بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة عندك يا شيخ الهدار: بني الإسلام على 5 وذكر منها وصوم رمضان. وهل قدم في حديث ابن عمر الصيام أم الحج؟ قدم الحج في رواية ابن عمر في الصحيحين، قدم الحج على الصيام. وفي حديث عمر يا شيخ قدم الصيام على الحج. وعلى كل حال هذا ما يدل على أهمية الصيام، وأنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. مما يدل على وجوب الصيام ما سمعتموه من دليل آخر في السنة. هل تحفظ دليلا ثالث؟ لا إله إلا الله. يضع يده على رأسه كأنه أول مرة. أما سمعت الحديث الآن الذي تلوناه عليك، حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه رجل نجدي أقبل على النبي: ما شأنه وما حاله؟ سائر يسمع صوته ولا يفقه ما يقول، يسأل عن ماذا؟ عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال: الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله، أنت رجل ما شاء الله، رجل فقيه، رجل فقيه. طيب، بارك الله فيكم. طيب يا أخوة، أما فيما يتعلق بأركان الصوم، فللصوم كم ركن؟ أركان الصوم، الأركان جمع ركن. وما الركن؟ هو الجانب إيش؟ الركن هو الجانب الأقوى من الشيء. بضياع الركن تضيع العبادة، وبقيام الركن تقوم العبادة. وهل يسقط الركن سهوا؟ سلمان، فهد بن سلمان. يا أخي نفرق بين الواجب. يعني لو سألتك الآن: فلان عليه قضاء يوم، ثم لم يتذكر حتى طلع عليه النهار، فقال: إذن أعقد النية الآن لأنني ما تذكرت هذا، ما يصح. إذن لماذا؟ وهكذا الصلاة،
لو أن رجلا الآن لم يركع وإنما هوى ساجدا، قال الناس له سبحان الله، فعرف أنه فاته الركوع، فهل يسقط عنه الركوع؟ لكن لو ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم، جاء بالركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم، فرفع من ركوعه ثم قال علم بأنه فاته التسبيح في الركوع، فماذا عليه؟ هل يرجع مرة ثانية بركوع آخر؟ لا يرجع. إذن فرق بين الركن والواجب، فالركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، اللهم إلا أن تعمد بطلت صلاته، وإن لم يتعمد لزمه الإتيان به وبما بعده ويسجد للسهو، لكن متى؟ أقبل أم بعد؟ لا يا أخي بعد السلام زيادة سوف. طيب على كل حال، المهم الآن أنت فهمت الصلاة كم لها ركن؟ 14 ركنا. والصوم كم له ركن؟ ركنان. رجل عظيم. ما الركن الأول يا شيخ عندك؟ دعهم يشتغلون لا تشغلون. ما الذي له؟ نعطيه جائزة. هذا الطالب المجتهد هذا عندك، خذ سواكك يا أخي، هذه جائزة لك. خل الأسئلة، اترك. طيب نعم يا أخوة، لا بد أن أكون شحيحا في الجائزة لأنكم تشحون بالإجابة. نعم، وهم يقولون الجزاء من جنس، فإن بذلتم بذلنا وإن شححتم بذلنا، ونسأل الله أن يعيننا على البذل. طيب نعود يا أخي. نعم يا أخي، السؤال عندك. أركان الصيام أتعرف شيئا منها؟ النية والإمساك. أحسنت. ما النية؟ النية هي عزم القلب وانبعاث القلب على ماذا؟ على أداء الفريضة التي نوى الإنسان. فالقلب له عمل، القلب له قول وله عمل، واللسان له قول وله عمل، والجوارح لها أعمال وليس لها أقوال. فما قول القلب؟ تصديقه. وما عمل القلب؟ القلب هل له عمل في النية؟ نعم، عزم القلب، جمع القلب، يجمع هذا القلب ويعزم على الانبعاث وينبعث على القيام بهذه العبادة، فتراه قد عزم بقلبه ونوى بقلبه. وهل يؤجر الإنسان على نيته؟ إني سائلكم في شأن من نوى الطاعة فلم يفعلها، ولتكن طاعة مستحبة، كما لو نوى بالليل أن يتصدق بالنهار، فهل يؤجر؟ يؤجر. وما الذي يكتب له؟ هل يستوي هو والعامل؟ لا يستويان مثلا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يا أبا علي ما أجبت. ما شأن من عزم على الطاعة؟ ما شأن من عزم على طاعة ولم يعملها؟ له أجر، لكن من عملها في حديث ابن عباس من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إذا تركها لله، فإن عمل السيئة كتبت عليه واحدة. ارفع يدك. نعم يا أبا عنتر. نعم أجب. ما سؤالك؟ أنسيت؟ قل أنسيت وما أنسانيه. طيب نعود يا أخوة. أركان الصيام للصيام ركنان. الركن الأول الإمساك. الركن الأول الإمساك. نعم ما أجبت إجابك يا أخي. ما أجبت. الإمساك يا أخوة الركن الأول النية، والنية محلها القلب، وهي جمع القلب وعزمه على القيام بهذه العبادة، عبادة الصيام. ومتى تكون النية أليلا أم نهارا؟ على كل حال أجب، دعوه يفصل. تفضل يا أبا علي. نعم انتهى كلام رحمه الله. بقيت واحدة إن أجبت عليها لا مسواك، هذا مسواك لن يأتيك إلا بحقه. نقول يا إخوة النية لا شك أنها في الفرض تكون من متى؟ من الليل. من لم يجمع النية من الليل حديث حفصة فلا صيام له. ثانيا إن كان صيام قضاء أو كان صيام نذر
أو كان صيام كفارة فيحتاج إلى نية من الليل. لكن إن كان صيام تطوع فنية من النهار. وإني سائلك يا أبا علي ماذا لو لم يعلم بدخول رمضان إلا في أثناء النهار ولم يجمع النية من الليل؟ سقط عنه ماذا؟ سقط عنه من نية من الليل. لماذا؟ إن عرفت خذ امسك أره، لأن النية تتبع إيش؟ النية تتبع العلم. من قال بذلك؟ من قال بذلك؟ شيخ من؟ أي نعم أحسنت، أعطيه الجائزة. قال بذلك شيخ الإسلام. طيب على كل حال أركان الصيام للصيام ركنان. أجاب؟ لا قال يا أخي الله يصلح. نعم. يعني إذا كان من مطلع النهار أليس قبل الصيام؟ طيب اسمعوا. نعم يا أخوة. حتى إذا كان الصيام من وسط النهار فتكون النية قبل الصيام. القصد أنه لو نوى بساعة من النهار لم يعلم إلا في أثناء النهار صح منه ذلك على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النية تتبع العلم. النية تتبع العلم. لا التطوع بأي ساعة من النهار. شريطة ألا يأكل من أول النهار. لا 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 لا. ولنفرض أن فلان أمسك في أثناء النهار وهو نعم ولو لكنه أمسك ولم تصدر النية إلا في أثناء النهار، لأنه لو أكل في أثناء النهار ثم بدا له أن اليوم اثنين وهو يصوم عادة فقال هل أصوم؟ قلنا لا. كان صائما بلا شك، بالمعنى اللغوي صائم. بالمعنى اللغوي صائم. طيب على كل حال يا أخوة أركان الصيام للصيام ركنان: الإمساك واستيعاب زمن الصيام. وما معنى زمن الصيام؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب بما يثبت دخول الشهر؟ بما يثبت دخول الشهر عندك يا ولدي؟ بالرؤيا. انتهى كلامه رحمه الله. طيب إذا لم نرى يلا يا شيخ نسمع أبا عنتر والجائزة قائمة. جائزة سواك يا أبا عنتر، سواك عظيم. انظر يا أبا عنتر. طيب تفضل خذ راحتك. نعم يا شيخ. ينسى يا أخوة حتى لا تكون الإجابة عشوائية. أجب يا أخي. انتهى كلامه. يثبت شهدين عدلين. أنا ما قلت بما تثبت الشهادة، أنا قلت بما يثبت دخول الشهر. يلا تفضل يا شمسان. أحسنت. هذه واحدة. الثانية بس اعطيه السواك. ما جاب. لا 30 ما قال. مال الشهر ما جاب واحدة. أجاب بواحدة وبعدين ما أجاب إلا بعد ما سمع. طيب على كل حال الإجابة يا أخوة بما يثبت دخول الشهر يا أخوة يجب الصوم ويثبت بأحد أمرين. يا شيخ الكلام الجانبي ما نبغاه. اوقف هذه. أحد أمرين. الأمر الأول رؤية هلال رمضان. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر، هذا هو الدليل، من شهد منكم الشهر فليصمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، في هذا اللفظ. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. طيب بما تثبت رؤية الهلال؟ عندك يا أبا عنتر، وهذه آخر فرصة لك. نعم ارفع صوتك. أيضا خطأ. خلاص انتهى الإجابة، إجابة متأخرة. أنا أتكلم عن صيام رمضان وتقول لي باثنين. أنا أتكلم عن الصيام. ذهبت عنك الجائزة. إذن بما يثبت رؤية الهلال يثبت يا أخوة لا تجيبوا، أنا سألته هو فقط ولا أقبل منك إلا الإجابة الأولى. يثبت رؤية هلال بشاهد عدل. لماذا؟ طيب هات الدليل
وخذ منا هذه الجائزة. هات الدليل، هات الدليل على أن الرؤية تثبت بشاهد واحد. يا أخي أنت لا تخلط في الأدلة. تعرف العالم بما يعرف العالم يا أخي. العالم يعرف بماذا؟ يلا يا أخي أجب أنت. ما هو؟ أحسنت. فأخبرت النبي. طيب أعطيه الجائزة، أعطيه الجائزة. طيب إذن الدليل حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. طيب ما الذي يشترط في الشاهد؟ هذه عند من؟ عند عمي صالح. آخر مرة هو من عند من؟ يلا آخر مرة. ما الذي يشترط في الشاهد؟ مسكين يا أخي، قل مسكين. ماذا يشترط في الشاهد حتى تقبل الشهادة؟ خلاص كلام جانب ممنوع. ايش في صحة الحديث؟ أن يكون عدل تام الضبط متصل السند، هذا الذي يشترط في الحديث. ما يشترط هذا. ماشي الحال. عاقل، حالا يشترط. نعم أحسنت. نعم. طيب على كل حال يشترط في الشاهد أن يكون أمينا. اسمع يا شيخ، يشترط في الشاهد أن يكون أمينا موثوقا إلى خبره، فإن كان لا يوثق بخبره إما لتسرعه أو لكذبه أو لضعف بصره أو غير ذلك فلا تقبل شهادته. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه يستحب للناس تراءي الهلال ليلة 30 من شعبان وتطلبه لماذا؟ لحاجتهم إلى ذلك وليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الخلاف. ماذا يشاهد؟ يقول من شاهد الهلال أيكفي فيه شاهد واحد أم اثنان؟ نعم يكفي واحد لا بد. طيب خروج الشهر يعني رمضان شاهد واحد. طيب ما الدليل على أن غير رمضان يشترط فيه شاهدان؟ ما الدليل؟ بالنسبة للهلال شوال لا بد فيه من الشاهدين، لا بد من شاهدي عدل لما جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي زيد ابن الخطاب. ابن الخطاب قال يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه أنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا اكثر وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. ويشهد له ما جاء عن أحمد والبيهقي وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. قال الشوكاني وغاية ما في هذين الحديثين أن ابن عمر، لاحظ حديث ابن عمر حينما قال تراءى الناس الهلال، وحديث عبد الرحمن بن أبي زيد بن الخطاب يقول وغاية ما في ذلك أن ابن عمر وعبد الرحمن بن زيد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا الشرط وأنه يدل على عدم قبول الواحد، ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح في هذا المفهوم. رواه من؟ الدارمي، وقال ذلك الشوكاني رحمه الله. وفي أيضا في الكواكب الدراري في الدراري المضيئة للشوكاني. طيب هل يعول على الحساب الفلكي؟ تعرف الحساب الفلكي؟ هل يعول على الحساب الفلكي في معرفة رمضان؟ يفكر. نعم. صب شاي لرجل يصب له في أي كلام. هل يعول على الحساب الفلكي في رؤية رمضان؟ طيب هل يعول على الدربيل في رؤية رمضان؟
طيب ماشي الحال. عارف الدربيل؟ طيب على كل حال الجواب يا إخوة بالنسبة لحكم استعمال، هل يعول على الحساب الفلكي؟ لا يعول عليه في رمضان ولا في غير رمضان، من الأحكام بإجماع الأمة كما نقل ذلك سماحة الشيخ بن باز، ومن أراد فليراجع فتاوى الشيخ بن باز. أما حكم استعمال المراصيد الفلكية، فرق يا عبد الله بين استعمال المراصيد وبين الحساب الفلكي حتى لا تخلط. حكم استعمال المراصيد الفلكية لرؤية الهلال، ما الشأن يا شيخ؟ يقول كالدربيل، وهو المنظار المقرب، ولكنه ليس بواجب عليهم أن يستخدموا الدربيل. يقول حكم استعمال المراصيد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل أي المنظار المقرب، يعني جائز ولكنه ليس بواجب، فلو رأى الهلال غيرها من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. وليراجع مجموع فتاوى الشيخ بن باز المجلد 15 صفحة 69، وابن عثيمين المجلد 19 صفحة 36. طيب هل هناك، والسؤال عند الأخ ياسر، هل هناك فرق في الرؤية بين الرجل والمرأة؟ يعني قصدك شهادة المرأة تؤخذ في الرؤية؟ يا أخي سألتك، امرأة رأت وجاءت عند القاضي فقالت رأيت الهلال، واليوم يا أخي إيش إن كانت، أنا سألتك الآن، هنا أسألك عن التفريق بين الرجل والمرأة، كلهم ثقات، أنا ما تكلمت عن ثقة، أنا أعرف أن المرأة أن الله يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فما رأيك في هذا؟ هل يؤخذ بامرأة واحدة ويصوم المسلمون بصيامها؟ وأين أنت من قول الله فرجل وامرأتان؟ إيش بأشياء ثانية؟ هذا كلام هذا. نعم في الديون فقط. طيب وهذه لماذا؟ أحسنت، لأنها إخبار وليست بشهادة، الحقيقة أنها إخبار عن مرأة. وهل المرأة تحدث بالأخبار عن رسول الله؟ هل تأتي المرأة فنقول وعن عائشة قالت؟ إذن هذا من باب الإخبار لا من باب على الصحيح خبر. هذه لا ثانيا هذه ما هي بشهادة على الصحيح، هذا خبر، وفرق بين الخبر وبين الشهادة. على كل حال يقول هل هناك فرق بين الرجل والمرأة وكذا قبول الشهادة؟ الجواب لا فرق، لأنه خبر ديني فتشترط فيه العدالة دون الذكورية كرواية الحديث والأخبار، فإثبات الرؤية في الحقيقة من باب الإخبار لا الشهادة، ولما في ذلك من الاحتياط لعبادة الصوم، فيها أيضا احتياط، امرأة قالت رأت وتؤكد أنها رأت، ولما في ذلك من الاحتياط لعبادة الصوم. راجع مجموع الفتاوى للشيخ بن باز ولغيره، مجموع الفتاوى المجلد السادس 277، وشرح عمدة الفقه كتاب الصوم لابن تيمية المجلد الأول 145، والمحلى لابن حزم المجلد الرابع 273، والشرح الممتع لابن عثيمين المجلد السادس 316 إلى 317. فهمتم؟ إذن ما الجواب الذي خرجت به من هذا المجلس يا ياسر؟ ولماذا يؤخذ بشهادة المرأة؟ لأن هذا في الحقيقة أنه خبر وليس. أنا كنت أتمنى بعد هذه الكلمة أن تقف أمام الناس وأنت واثق من إجابتك. كنت أظن أنك ستقف أمام مجامع الناس. قف الآن وحدثهم. قم في مكانك، قم يا أخي وتكلم في جموع الحاضرين وأشبع الكلام. لو سألتك، إني سائلك والقوم يستمعون إليك، هل تقبل شهادة المرأة حين تشهد بأنها رأت الشهر إذا كانت امرأة مسلمة عاقلة بالغة بصرها قوي موثوقة في دينها أمينة، تقبل شهادتها؟ الجواب حين أقول نعم، هل تقول نعم؟ ترى إذا تكلمت إن قال القوم شفانا في الإجابة قبلنا، وإلا ولك منا جائزة سواك وإلا نعم أجب يا أخي.
ما جاء. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل الشيخ سلمان عن هل تقبل شهادة المرأة؟ فأجبنا عليه. فأجبنا عليه بأنه يقبل يعني من حديثك يا شيخ سلمان. نعم. من حديثك أن شهادة المرأة تقبل لأن هذه من الأخبار. لأن هذه من الشهادات حتى يعني يكون فيها شهادة في امرأتين. نعم. هذه من الأخبار فتقبل شهادة. باعتبار أن هذا من باب الإخبار لا من باب، وهذا كرواية الحديث، فإن المرأة إذا روت الحديث ألا يقبل خبرها؟ كذاك في رؤية الهلال، فهذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة. أعطوه هذه الجائزة لأنه أصبح مستحق. أعطيه هذه الجائزة. طيب، إذا لا فرق في هذا فهو خبر ديني، فما أحسن لو قلت لا فرق في هذا فهو خبر ديني تشترط فيه العدالة دون الذكورية. طيب، ثم فيه أيضا مسألة نسيتها يا شيخ، ألا وإن ذلك من باب الاحتياط للدين، من باب الاحتياط للدين، وراجع ما ذكره أهل العلم. طيب، على من يجب الصوم بالرؤية؟ وعلى من يجب الصوم بالرؤية؟ نعم، ارفع صوتك. على الذكر والأنثى والحر والعبد. طيب، والصغير؟ يقول لك يجب على الصغير والكبير، ما هو داري بصدقة، هذاك صدقة الفطر تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى يا أبا. طيب، على الذكر والأنثى والحر والصغير. ما سأل. إذن الجواب يا أخوة، حين نتكلم يا شيخ، لنفرض أن فلان رأى الهلال ولم تقبل شهادته، أيصوم؟ فلان رأى الهلال، رآه وهو على يقين من رؤية الهلال، أو رآه في البرية لوحده ولم يتمكن من إبلاغ الحاكم لبعده، أيصوم؟ إذن لا يجب إلا على من رأى الهلال أو كان في حكمهما بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق مطالع الهلال فهل يجب الصوم؟ على خلاف بين أهل العلم. إذا لم تتفق المطالع، الآن عرفنا على من نص السؤال، على من يجب الصوم بالرؤية؟ يجب على من رأى أو كان في حكمه. ومن هم الذين في حكمه؟ أهل المطلع الواحد، أهل المطلع الواحد. طيب، هل أنتم على اتفاق المطالع أم على اختلاف المطالع؟ فإن العلماء في ذلك على قولين مشهورين، من المعاصرين كالشيخ الألباني وابن باز على اتحاد المطالع، ومن المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين والفوزان وغيرهم على اختلاف المطالع. ومن تأمل الأدلة وجد أن اختلاف المطالع له أكبر وأكثر الأدلة. وإليكم شيئا من ذلك، يقول لقوله تعالى فمن شهد منكم، معناته منكم من يشهد ومنكم من لا يشهد، فالكلام في من شهد الشهر، فهذا في اختلاف المطالع يستندون على هذا. ويستندون أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل في الصوم بالرؤية، صوموا لرؤيته. نحن إذا كنا في أقصى الدنيا وكان ليلا وعندكم نهار عندكم ليل رأيتم الهلال وعندنا نهار لم نتمكن من الرؤية، فهل نخاطب بما تخاطبون به يا أهل الأقاليم؟ يقول فعلل في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال عنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما. ثالثا، أن التوقيت اليومي يخالف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، إذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولو غابت الشمس في المشرق فما الشأن؟ فليس لأهل المغرب أن يفطروا، لو غابت الشمس في المشرق ليس لأهل المغرب أن يفطروا. هكذا في مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 25 صفحة 103 إلى صفحة 113، والمجموع للنووي المجلد 6 273 إلى 274، وشرح مسلم للنووي المجلد 7 197. وأيضا وطرأ يقول وتقريب يقول وكذلك في التقريب للعراقي في المجلد 4 115، وتفسير الطبري في المجلد 2 195. على كل حال قال الألباني رحمه الله بعد هذا كله، رغم أن الألباني يقول بوحدة المطالع، قال الألباني رحمه الله فإني أرى
على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها. لماذا؟ يقول لأنه يحصل في ذلك تفرق للأمة، ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، بل تتفق في صيامها. يقول اتفقت في صيامها أو تأخرت، حتى ولو تقدمت الدولة أو تأخرت، خلك مع البلد اللي أنت تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان. انتهى كلام العلامة الألباني في تمام المنة للألباني صفحة 398. وقال ابن باز وابن عثيمين بنحوه. لهذه الجائزة قلنا ما الشأن في من رأى الهلال؟ أيجب عليه الصوم أو لا؟ يجب عليه الصوم لعموم قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب ما القول الراجح في قضية اتفاق المطالع من اختلافها؟ عندك يا شيخ، أجب مع ذكر الأدلة. القول الراجح الذي ذكرناه الآن في هذا المجلس عندك نعم، اتفاق أم اختلاف؟ اختلاف المطالع. أحسنت، هات الأدلة وإليك الشاهد، خله يرى. ما تذكر ولا دليل؟ ذكرنا مجموعة من الأدلة، 4 أدلة، لا يقل عن 4 أدلة ذكرناها. ما ذكرنا هذا الدليل، ما نقل عن ابن عباس عن كريب، ما ذكرنا. احنا ذكرنا الآن 3 أو 4 أدلة الآن ذكرناها في المجلس تدل على نعم بلا دليل، بس ما ذكرناها. أنا أقول الآن سألت الشيخ هذا، وجهت إليه السؤال بس فقط من أجل أشوف الأدلة التي ذكرناها. نعم، ما تذكر ولا دليل؟ يلا يا شيخ. ما سألت، هلا أنا قلت الأدلة، قلت الأدلة الآن يا شيخ. والله العظيم لو كان عندي طلبة علم يحضرون معي ولو عقدنا مسألة واحدة، أنا أعرف أن كثير من الطلبة يحضرون كما يقال من أجل نيل بركة المجلس، لكن هذا لا يكفي. عندما وقفت الرجل أريد أن أعرف هل وصل إليه أن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة، وأريد أن أعرف هل وصل إليه أن هذا خبر ديني يشترط فيه العدالة ولا يشترط فيه العدد، أريد أن أعرف هل يستطيع أن يقول أن هذا من باب الاحتياط للدين أو لا. هذه المسائل العلم. وحين أقول الآن باتفاق المطالع واختلاف المطالع وأسرد 4 أدلة، يعني الشيخ محمد الآن جاب لك دليل 5 بعد. يلا من آخر؟ يلا يا أبا خالد. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. جيد، هذا حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يعني من الأدلة التي ذكرتها يعني حتى لا تحدث في البلد الواحد. لا هذا ما هو دليل، هذا تعليل. نعم، بالعكس هذا الذي ذكرته لك قد يستند عليه من يرى بوحدة المطالع، وقد يستند عليه من لا يرى بوحدة المطالع. خلاص هذه مسألة يا شيخ، مسألة إذا حصل خلاف في المسألة من يفصلها؟ ولي الأمر والناس في بلدهم من أجل رأب الخلاف، لكن هذا مو موضوعنا. احنا نتكلم الآن عن مسألة اتفاق واختلاف المطالع. نسمع من العلماء الكبار المتقدمين والمتأخرين من يقول بأن المطالع لو رؤي الهلال في بلد لزم أهل الدنيا كلهم أن يصوموا، متى كان عندهم نهار صاموا برؤية رجل واحد. ونسمع من العلماء من يقول لا يمكن أن يكون أهل المغرب كأهل المشرق، فأولئك عندهم ليل والآخرون عندهم نهار، وقد يتقدم يوم على يوم في الصيام. هذا دليل. جعل الشاهد علق الأمر بالرؤية، فالذين كان عندهم نهار أو في مطلع النهار ما رأوا، والذين لم يثبت عندهم دخول الشهر وصاموا بعدنا بيوم أو يومين ما رأوا. أنت الآن الدليل له مفهوم. هذا الدليل قد تستشهد به أنت على اتحاد المطالع وأنه يكفي الرؤية ولو لواحد، وقد يأتي غيرك من يقول أهل البلد من تلك الجهة ما رآه أحد. وقد يأتي من ذكر حديث ابن عباس لما كان له مولى كريب وصام بالشام ثم جاء إلى المدينة وجاء وهم يصومون، فسأله من ابن عباس قال أتصومون برؤية معاوية؟ قال لا ابن عباس، لكننا نصوم حتى نراه.
يعني ابن عباس المدينة لم يرتبط برؤية معاوية بالشام. طيب لا، ونفس الشيء الرسول علق بالرؤية، فنحن في بلد عندنا نهار ما نراه. طيب الآية فمن شهد منكم الشهر. جميل. لا فمن شهد منكم معناته آخرين لم يشهدوا، فالذين الآية لها منطوق من شهد منكم الشهر. طيب الذين لم يشهدوا منكم، طيب نعم فليصموا من شهد. طيب إذن عندنا الآن الدليل الأول من شهد منكم الشهر فليصم، قوله منكم هذا استنباط لأهل العلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالذين عندهم نهار ما رأوا، وكيف يرتبطون بمن رأوه ليلا؟ أولئك رأوه وهؤلاء لم يروا، ولم يكن في حقهم رؤية. وأيضا مما يدل الحديث الصحيحين ومما يدل على القول بالمطالع أن التوقيت يخالف فيه المسلمون، يخالفون، وهذا بإيش؟ هذا بالإجماع، يختلف فيه المسلمون. فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لقوله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولو غابت الشمس في المشرق ما الشأن؟ فليس لأهل المغرب أن يفطروا. أنت الآن في الرياض تغرب قبلنا بكم؟ بنص ساعة. هم يفطرون ونحن نمسك. لماذا؟ نفس الشيء أحيانا بالأيام. القصد في خلاف. القصد العبرة بالإيش؟ لا صريح. طيب خلاص، حديث ابن عباس اجتهاد ابن عباس، هذا سيأتي غيرك ويقول لا، هو إنما هو اجتهاد ابن عباس، ولو لا، لأن له قول لغيره قول. طيب بارك الله فيك. إذن على كل حال الذي عليه العمل المسلمون ما ذكره الشيخ الألباني الآن، قال فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيقوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت أي تلك البلاد في صومها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية، إلى آخر ما ذكر في تمام المنة صفحة 398. وقال ابن باز وابن عثيمين بنحوه. الناس اليوم مع بلدانهم. طيب ما شأن الأقليات؟ نعم يرى بوحدة المطالع، ومع ذلك الآن يقول كل الناس يصومون مع بلدهم. وتناقش مرة مع واحد من الكويت، وكان يقول يعني نحن عندنا ثقة في الرؤية وعندنا إمكانيات. قال يعني لو بقيت الناس عليكم السعودية أولى منكم، فهم أصحاب مكة وهم الذين عندهم إمكانيات لا تقل عنكم بل تزيد عنكم، لكن المسألة مسألة كل يصوم مع بلده. هذا الذي انتهى له. طيب ما شأن الأقليات المسلمة في الدول الكافرة؟ كيف يصومون؟ مباشرة على أقرب بلد، ما عندهم مكاتب إسلامية. أقول إن الأقليات المسلمة إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنهم يعملون بقولها. إذا تعملوا بقولهم، وإن لم يكن هناك فإنه يخير، والأحسن أن يتبع أقرب بلد إليها، كما في الشرح الممتع لابن عثيمين المجلد السادس 312. إذا كان هناك رابطة إسلامية أو مكتب إسلامي في تلك البلاد الغربية فإنها تعمل وهم يعملون بقولها، وإن لم يكن فإنه يخير يعني بين الصيام وعدمه، بعضهم يربطها، وأن الأحسن أن يتبعوا أقرب بلد مسلم إليهم كما في الشرح الممتع. طيب من رأى الهلال وحده فماذا عليه؟ أيصوم؟ الجواب عليه أن يصوم. طيب أيصوم؟ طيب لو رأى هلال شوال أيفطر؟ طبعا خلاف بين أهل العلم، منكم من سيأتي فيقول الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فالصيام عبادة جماعية وحينئذ لا يفطر، ومنكم من سيقول يفطر لقوله وأفطروا لرؤيته، والخلاف صائغ في هذا، لكن القول الذي يظهر من الأدلة جملة عليه أن يصوم أو يفطر سرا، ويفطر سرا. لماذا؟ لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، ولقوله عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتموه فأفطروا الحديث. ولكن للمصلحة يصوم ويفطر إيش؟ نعم، لكن للمصلحة يصوم ويفطر مع أهل بلده كما ذكر ذلك العلامة الألباني. طيب ماذا لو رأى الهلال كبيرا في دخول الشهر؟ هذه مسألة للوالد. أحيانا الهلال تشوفونه كبير، صح ولا لا؟ مر عليكم مسألة هذه ولا لا؟
أحيانا ترى الهلال في اليوم الأول كأنه لكم ليلة أو 3 ليالي، تلاقي الناس يقولوا والله شكله فاتت علينا 3 أيام، والناس يتكلمون وربما يخوضون في ولاة الأمر ولا يدرون أن هذا من جهلهم، ولا يعلمون أن هذا من جهلهم المقيت. فالله لم يتعبدنا بكبر الهلال ولا بصغر الهلال، وإنما تعبدنا برؤية. فلا عليك إن رأيته هذه السنة كبيرا في أول الشهر أو رأيته صغيرا لا يضرك ذلك. يقول أهل العلم: ماذا لو رأى الهلال كبيرا في دخول رمضان أو خروجه؟ يظن بعض الناس أن يوما فات يعني من رمضان، أو إذا جاء شوال ورأوا الهلال قالوا هذا خطأ. ويقول: فعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا لبطن نخلة قال: ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3، وقال بعض القوم هو ابن 2 ليلة. فيقول: فلما لقينا ابن عباس أخبرناه أن ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3، وقال بعض القوم هو ابن 2 ليلة. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ فأخبرناه يعني فقلنا لليلة كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد مده لتروه، فهو لليلة التي رأيتموها. فهمتم؟ إيش معنى مده؟ يعني يقول إن الله مده لتروه فهو لليلة رأيتموه. رواه مسلم. ودل ذلك على أن الأهلة تختلف من حيث الحجم، فقد يرى الهلال لليلة، يقول لليلة أهل بها ل2 وقد يرى صغيرا وقد يرى كبيرا، لكن الذي يتعلق به الحكم هو رؤيته فقط دون اعتبار لحجمه. فمتى رؤي الهلال فقد ثبت الحكم شرعا صوما كان أو غيره. شرح مسلم المجلد 8 198. ثانيا: إكمال عدة شعبان 30 يوما، نتكلم عنها غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.